السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا بحب أشكر جدا كل الموزعات اللي بتكلمني وبتتفرج على الفيديوهات، حتى لو لسه ما بقيتوش موزعات، بس كويس جدا ان انتم متحمسين للشغل وعايزين تعرفوا تفاصيل، وبتسمعوا الفيديوهات للآخر علشان لو انت حابة مثلا تعملي حاجة تستفادي بيها، حاجة مثلا تنفعك، فبتستفادي من الفيديو اللي أنا بتكلم فيه ده. فشكرا جدا جدا جدا. وعلى العموم برضو أنا هشرح لكم تاني ازاي تبدأي واحدة واحدة من وانت صغيرة، ولو انت عايزة تكبري. بُصّي حبيبة قلبي، أو اتفضل يا أستاذ يلّي عايز تعمل مشروع وشايف إنه فعلًا المشروع ده هو اللي هيفيدك، سواء حضرتك بنت أو ولد. إن شاء الله، إن شاء الله المشروع ده هيفيدك. طَب أنا عايزة أعرف هي نسبة الربح كام؟ هي نسبة. بُص، هو النسبة الشرعية أصلًا في أي حاجة مكسبها عشان يبقى حلال تقريبًا هي 25 ل30%. فهو المكسب ده بالضبط هتلاقي معظم الناس في شركات اللي بتعمل شركات يعني أو يبقى عندها تجارة ما بتحطش أكتر من 30%، لإنه هو الحلال 25 ل30%. فأنتِ برضه هتلاقي هنا النسبة في الحدود دي. ده إحنا سمعنا إن أنتم بتكسبوا نُص تمن المنتج والكلام ده كلّه. لأ، ما فيش الكلام ده، هو النسبة الحلال بتاعة ربنا. إمتى تكسبي بقى 50% و100% والكلام ده كلّه، هنتكلم فيه برضه في نفس الفيديو ده. يعني هابدأ لِك الأول بس إيه، واحدة واحدة كده من وأنتِ طالعة. طيب يا مدام دعاء، المفروض إن أنا أشتري المنتجات وأحطها عندي في البيت وبعدين أعلن عنها، والّا أعلن وبعدين أشتغل في المنتجات؟ طيب بُصّي، المفروض حضرتك أو حضرتِك أول حاجة بتعملوها إن أنتم بتجرّبوا المنتج، لإنه ما ينفعش تبيعوا الهوا زي ما بيقولوا. يعني أنتِ واثقة في المبيدات دي أو أنت واثق في المبيدات؟ ده أنا الناس بتقول إن هي جربتها، الناس بتقول إن هي جربتها. طب أنا هاشتري إزاي بناءً عن كلام الناس؟ لأ طبعًا، أنت لازم تكون مجرّب المنتج ومتأكد منه عشان لمّا تيجي تدّي رأيك تدّيه بمصداقية، و وتتكلم بقلب جامد أو تتكلمي بقلب جامد، وأنتِ قادرة إن أنتِ فعلًا إن ده يبقى المنتج بتاعِك اللي هو اللي أنتِ بتدافعي عنه بحماس. على الأقل لو قابلتِ موقف مثلًا إن حد استعمل المنتج غلط وما عرفش يجيب نتيجة، فتقدري إن أنتِ تقنعيه، يعني تبقي فاهمة أو تبقى فاهم. طيب دي أول حاجة إحنا قُلنا عليها، إن إحنا نجرّب المنتج. بعد كده نبتدي بقى نعمل إعلانات، لإن إحنا منبهرين بقى بالنتيجة بتاعة المنتج. فنبتدي إن إحنا نشتغل إعلانات على المنتجات، وبعدين نبتدي إن إحنا نشتري. أنا أصلًا كل ما حد بيكلمني باقول له اعلن الأول بعدين تعالَ اشتري. المفروض إن أنا واحدة غيري، لأ تعالي اشتري وبعدين ابقي اعلني براحتك. ما أنا بقى مهم عندي إن أنا أبيع. بس أنا دلوقتي لمّا أنا أخلّيكِ تشتري المنتجات أو أخلّيك تشتري المنتجات وتفضل موجودة عندك ما تعرفش تسوّق لها، تكون أنت لسه بتتعلم التسويق فمش عارف تسوّق، وهتبقى متوتر جدًا. طول ما البضاعة عندكم في البيت هتبقوا متوترين جدًا، جدًا، جدًا. ممكن تضطروا إن أنتم ما تعرفوش تعلنوا كويس بسبب إن أنتم متوترين إن البضاعة موجودة ومعايا جايب مثلًا بضاعة ب1500 والّا ب1000 جنيه مركونة، وأنا كنت استفدت بال1000 جنيه دي وأنا مش عارفة أسوّق لها دلوقتي، وده شكله مشروع فاشل، وأنا شكلي اتضحك عليَّ وكلام ما شابه ذلك. صح والّا غلط؟ صح. طب المفروض إن إحنا نعمل إيه بقى؟ إن إحنا نسوّق الأول المنتج بعد ما جرّبناه خلاص عشان تبقى بس حاجة إيه، مقنعة. نسوّق للمنتج ونعمل أوردرات. طب أنا هادّي مهلة قد إيه للعميل علشان ما يزهقش منّي؟ أولًا العُملا بيبقوا عارفين إن الشحن بيتأخّر، دي حاجة معلومة الناس كلّها بتبقى عارفاها. إحنا في حتّة إن إحنا بنبقى عاملين إن إحنا بنوصّل الشحن مثلًا في خلال 48 ساعة وكده بسرعة، علشان خاطر إنه أنتِ تقدري يعني تتميّزي بقى بسرعة التوصيل والكلام ده كلّه. ده مش هيبقى دلوقتي، يعني شوية كده، بعد كده هتعملي كده. لكن في الأول كده لازم تقولي مثلًا 72 ساعة. لمّا يعدّي 72 ساعة، طَب معلش هاشوف الشحن اتأخّر ليه، طَب مش عارفة إيه. هتبُصّي تلاقي نفسِك في اليومين دول بس تكثّفي إعلانات
فوق ما تتخيلي. من أول عبوة تطلب منِّك هتكثّفي إعلانات، هتكثّفي إعلانات. إن شاء الله لو هتبقي مضطرة إن أنتِ ما تطلبيش حاجات غير ب500 جنيه عشان تدّي للناس حاجتها، عشان برضه ما يدوّروش على غيرِك، عشان ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله لاستر فيها ناس كتير بقت بتبيع، وفي محلات كتير بتاخد من الموزعات، في حاجات كتير جدًا. فعلشان ما تتضايقيش إن حد يسيبِك ويروح ياخد من غيرِك، فأنتِ تضطري إن أنتِ تعملي على الأقل حتى في الأول كده إيه، مثلًا order صغير 500 جنيه مش عارفة إيه الكلام ده كله، 700 جنيه كده يعني. تمام؟ تمام. طيب أنا بقى حاسة يا مدام دعاء إنه أنا بادفع شحن كتير والorder مثلًا ب500 جنيه، فأنا ما كسبتش يعني حاجة، اللي هو بُصّوا يا جماعة دلوقتي أوردرات الجملة الشحن غِلي عشان تبقوا عارفين، فأوردرات الجملة بقت مثلًا كنا الأول نقدر نشحن الكرتونة ب50 جنيه ومش عارفة إيه والكلام ده كله، دلوقتي بقت الكرتونة ما بتقلش عن 70 جنيه و75 جنيه، ودي شركة البُراك، يعني الشركة اللي هي يعني أنتِ بتبقي مودية البضاعة حاطة إيدِك على قلبِك، تبقي مش عارفة أصلًا البضاعة دي هتوصل والّا مش هتوصل، و و وربنا إيه، ييسّر الأمور كلّها. ف إيه ده يا مدام دعاء، طب إزاي أنا ما أقدرش أعمل حاجة زي كده؟ بُصّي يعني مع الوقت لمّا بتكبري شوية في الشغل، قلبِك بيجمد شوية وبتضطري إن أنتِ تستودعي الله في البضاعة بتاعتِك، وإن ربنا يرُد لِك الأمانة اللي أنتِ استودعتيها عنده دي على خير، لإنه أنتِ بتبقي مضطرة علشان أنا كدعاء بابقى عايزة أبعت لكم أقل مصاريف شحن، بل باكون عايزة أشيل معاكم كمان في مصاريف الشحن. وفي ناس كتير بتبقى عارفة ده، تمام، فربنا يوسّع رزقنا جميعًا أنا وأنتم، وربنا ييسّر الأمر إن شاء الله، وبإذن الله، بإذن الله ما تقلقيش من حكاية الشحن، من حكاية التوصيل، من حكاية إن الorder يوصل لِك، من الكلام ده كلّه. أنا كدعاء أضمن لِك إن شاء الله إن أوردرِك يوصل لِك تمام، ما فيش مشكلة، عشان أنا عندي خبرة في الحاجات دي بقى لي فترة وكده. ساعات الدنيا بتتعرقل معايا، وساعات الدنيا بتُقف، وساعات بابقى على آخري وبابقى مش عارفة أعمل إيه، بس ربنا بييسّر بقى من عنده والدنيا بتتفتح، ولمّا بتتفتح ما شاء الله بتتفتح على الآخر، وما فيش حاجة ما بتكملش عشان تبقوا فاهمين. وعلشان برضه يبقى إحنا كمّلنا الفيديو بتاعنا زي ما أنا ما قُلت لكم، هاكمّل لِك لو أنتِ هتكبري إزاي. هتبتدي بقى إن أنتِ تطلبي موزعات يشتغلوا تحتيكِ. طب أنا هاطلب موزعات وأنا هابيع لهم بنفس السعر اللي أنا هاخد بيه؟ لأ، مش هتبيعي لهم بنفس السعر اللي أنتِ هتاخدي بيه، أنتِ هتكوني كبرتِ شوية وأوردراتِك بقى وصلت بقى تبقى ب10، 15,000 جنيه، فهتضطري بقى إن أنتِ تدخلي بقى في شريحة ال50، ما هي متقسمة شرايح. أول حاجة فيها شريحة ال50، فإحنا هنتكلم على طول عن شريحة ال50 دي. هتبقى مثلًا فيها فرق بسيط عن الجملة لجملة الجملة. زي ما قُلت لكم بيبقى في فرق بين الجملة وجملة الجملة، ولو حتى لو حاجات بسيطة، بس بتفرق طبعًا في الكميات، فهتفرق معاكِ جدًا إن أنتِ يبقى تاخدي جملة الجملة. لو طلعتِ بقى بالشرايح هتبُصّي تلاقي بسم الله ما شاء الله الفرق بين دي ودي، بس طبعًا بتتكلفي مبالغ باهظة عشان الناس بس ما تفكّرش إنه المكسب، تفكّر في المكسب من غير ما تفكّر في التعب والمجهود اللي بيحصل والإرهاق والفلوس اللي بتدفع عشان تقدري تجيبي، يعني عشان تقدري تفرشي محل، عشان تقدري تفرشي بضاعة، عشان تقدري تجيبي تنزّلي تحتيكِ ناس تشتغل موزعات، هيبقى إرهاق شوية، بس بعد كده هترتاحي إن شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، وإن شاء الله تستنوني في فيديوهات كتيرة عن كلام عن التوزيع وعن الموزعات، وما تنسوش زي ما قُلت لكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الشير بينفع الغير. مع السلامة، السلام عليكم ورحمة